الكابتن احمد شوبير بيمسح بكرامة جهاد جريشة الارض بسبب الجدل التحكيمي او الحالات التحكيمية اللي بيصنع بيها الجدل على الساحة الرياضية. تعال نسمع الكابتن احمد شوبير قال ايه، اتعلموا الاول وبعدين اطلعوا حللوا. تعال اسمع الكابتن شوبير قال ايه وبعدين نرجع نرد عليه رد ناري. اسمع معايا كده. امره غريب جدا يا جماعة كابتن جهاد جريشة بصراحة يعني، ويستحملني شويه كابتن جهاد في الكلمتين اللي انا هقولهم لانهم هيكونوا تقال شويه يعني. اديله. كابتن جهاد بيطلع يحلل. أيوة. على منصه كوره بلس. اهلا وسهلا بيه. اهلا. بس كابتن جهاد دايما خلي بالكم، ولا اهلاوي ولا زملكاوي، سيبكم من الكلام اللي بيتقال اصل الاهلي والزمالك، لا لا لا، هو كابتن جهاد عنده، ما تزعلش مني يا كابتن جهاد والله الله يخليك، عنده مشكله في فهم القانون. فهم القانون نفسه عند الكابتن جهاد لا، في مشكله حقيقيه بجد، في مشكله حقيقيه. يعني مثلا ايه كرة امام عاشور اللي جت في ايده، حتى القانون يعني واضح، كل شويه بيبقى فيه تعديلات للقانون يا جماعه وبتتقال، والحكام بيذاكروها بيقعدوا يقولوا لنا، لان انا بحكم شغلي لازم اسال يا جماعه الكرة دي ما اتحسبتش ليه، الكرة دي اتحسبت ليه، طب القانون بيقول ايه ده. فالاخوه في تونس نفسهم ما توقفوش امامها، واللي اتكلم عنها قال لك لا، لا توجد ضربه جزاء، الكره متشاطه من المدافع جت في ايد زميله اللي هو امام، اللي هي كانت جنبه اللي بيسحبها عشان الكره ما تجيش فيها، يعني ما فيهاش شبهه ضربه جزاء خالص على الاطلاق، والله ما اتفاعل خالص يعني ما عنديش مشكله ضربه جزاء هقول لك، لكن ده يعني ما فيهاش شبهه ضربه جزاء. بقول لكم المحللين في تونس قالوا ما فيهاش ضربه جزاء. فالكابتن جاد قال لك احنا كلنا كنا عايزين الاهلي يكسب، بس الحقيقه في ضربه جزاء للترجي، فخلى الناس اتقلبت على بعضها وانقسمت على بعضها، هو جهاد جريشة بيتكلم صح ولا بيتكلم غلط، وانتوا عارفين بقى في ناس فرحانين وناس يقول لك شوف واعمل وخلي وسوي. ازاي يا جماعه؟ ما هو برضه كابتن جهاد ما تذاكر شويه، لانه كابتن جهاد كمان اخر سنتين ثلاثه ليه في التحكيم ما كانوش كويسين، ما كانوش حلوين يعني. كان حكم فاينل الوداد والترجي اللي كان في المغرب، اللي كان في المغرب، وحصل فيه مشاكل كتيره جدا جدا جدا، ومش يعني واخطاء فادحه، وهو حتى كان راح كاس العالم ومشوه من كاس العالم من هناك، كان عنده مشاكل كتيره كابتن جهاد. فكابتن جهاد ذاكر كويس عشان لما تطلع تقول كلام صح وقرارات صح، لانه الناس بتمسك في الهمسه يعني، فخلي بال حضرتك من هذا الامر. بص يا ابو الصحابه، انا عايزك تعمل لايك للفيديو ده وتشيره في كل مكان، لان انا هقول لك يعني كلمتين كده يلخصوا الموضوع ده. هو جهاد جريشة ده كان حكم فين؟ كان في الدوري المصري، اللي هم نفس الناس اللي بتطلع على الشاشات تطلع تنتقد التحكيم المصري. طب اللي انت بتنتقده دلوقتي وهو حكم في الدوري الممتاز، هيطلع بعد كام سنة على الشاشات برضك يحلل حالات تحكيمية برضك ويصنع الجدل برضك. فهي ايه يعني؟ شفت اللي بيقول لك ايه يعني؟ دوريني يا لمونة او دوخيني يا لمونة. هم اللي احنا كنا بننتقدهم، هم اللي بيطلعوا يحللوا حاجة غريبة وحالات احنا بنشوفها في، يعني هو ده الحاجات دي ما بنشوفهاش الا احنا عندنا في مصر. الناس دي ما كانتش ناجحة، الناس دي ما بتتعلمش حاجة جديدة، الناس دي المفروض ان هي بتطلع تاخد كورسات عشان تطور من نفسها. الحالات التحكيمية اللي انت بتتكلم عنها دي ليها قانون وواضح، اطلع اشرح القانون واتكلم بالقانون. لكن هو بيقول لك في ضربة جزاء، الكرة جت في ايده. طب يا سيدي الراجل ما كانتش الكرة متجهة لمرمى النادي الاهلي، الكرة كانت متجهة لبره، والراجل عامل ايده كده وايده في جنبه وحاول يشد ايده لورا، والحكم على بعد ما فيش متر جنب ايده او جنب الكوره، والراجل الكوره مرتده من زميله. يعني القانون واضح، بس هم بيحاولوا يصنعوا الجدل عشان خاطر ياخدوا الشو او ياخدوا اللقطه. اعمل لايك للفيديو ده ابو الصحاب وشيره لكل الناس، لان الكلمتين اللي قالهم الكابتن احمد شوبير والله العظيم مهمين جدا، مهمين جدا جدا جدا. اتعلمهم وبعدين اطلعوا حللوا. شكرا لكل الناس، حبايب قلبي.